السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وفي هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه ان شاء الله. اليوم غادي نهضر معكم على واحد الموضوع اللي غادي يبدل النظره ديالكم للحياه بشكل كبير ان شاء الله، ولكن خاصكم تسمعوا وتطبقوا باش تقدروا انكم توليوا ان شاء الله في واحد المستوى اللي زوين بزاف. لان راه اي وحده كتسمع الشيء اللي غادي نقول هذا النهار وغادي تطبقوا، راه فعلا غادي تلقى راسها انها ناجحه من هنا لقدام. غادي تلقى راسها ان بزاف د الحوايج كانت كتمناهم رجعوا حقيقه في حياتها. لان بعض المرات كنشوفوا اشخاص ناجحين في الحياه ولكن كنقولوا حظ، ولكن للاسف راه ماشي حظ، راه خدموا على راسهم بهاد الطريقه اللي غادي نعطيكم هذا النهار، بهاد قوانين السبع اللي غادي نعطيكم اليوم باش قدروا انهم يوصلوا لداكشي اللي كانوا كيتمنوه ورجع عندهم حقيقه. غادي نبداو بالقانون الاول اللي هو العقل والنيه. كيف ما كتشوفوا اي حاجه في الاول كتبدا بفكره، يعني عمر نحقر الافكار ديالي. بعض المرات كتجيك شي فكره اللي كتكون كبيره، مثلا كتقولي وانا باغا نشري دار او لا باغا نشري طوموبيل وانتي كتكوني مازال ما كتدخلي حتى درهم. هنا كتقولي في راسك لا لا لا، يعني هاد الفكره خصني ندير لابوز حيت ما يمكنليش نوصل لهاد الشيء، وكتولي تبان لك ديك الفكره شي حاجه كبيره وكتوقفيها. ولكن راه ما نساوش، راه انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. راه اي حاجه نويتيها في راسك وتقتي في الفكره ديالك وخدمتي على راسك راه غادي توصلي ليها. علاش ما نوضش في كل صباح ونجدد النيه ديالي، نكون ممتنه الله. نوض الصباح اول حاجه نبدا بها في كل صباح وهي الامتنان. نكون ممتنه الحمد لله على نعمه الاستقرار، الحمد لله على نعمه السكن اذا كان عندك سكن، الحمد لله على نعمه الصحه، الحمد لله على نعمه اي نعمه عندك في حياتك. حمدي عليها الله وشكريها وعظميها باش ربي كيزيد يعطيك اكثر واكثر. نحمد الله على الصغيره والكبيره في حياتي. فاش نوض الصباح ان فوا تفيقي ضربي الكلاس، نجبد واحد النفس عميق من الداخل، نجبد واحد النفس عميق من الداخل، ندير نجبد من النيف ونصوت من الفم، وموراها نحمد الله على كاع دوك النعم اللي عطاني. اول حاجه ندير نوض نحل السراجم ديال الدار ونقول هاد النهار ان شاء الله غادي يكون نهار زوين، طاقه زوينه. ان شاء الله هاد النهار غادي يكون احسن نهار. دائما الحمد لله على ان ربي عطاني واحد النهار جديد في حياتي، فخاصني نستغله وان شاء الله يكون نهار زوين ما فيه مشاكل، ما فيه ستريس، ما فيه حتى شي حاجه اللي غادي تكون خايبه. وفعلا راه عرفتي راه داكشي اللي كتنوي في الصباح ديالك راه هو اللي كتدوزي منه، راه هو اللي كتدوزي فيه نهارك. الا نويتي داك النهار، بعض الناس شي مرات ينوضوا الصباح كيقولك باين هذا نهار زين من صباحو، وسبحان الله داك النهار كيدوز لهم مكفس. والناس اللي كينوضوا كل صباح ويقولوا هذا النهار يكون زوين، هذا النهار ان شاء الله يكون فيه الخير، هذا النهار هذا النهار هادي، كتلقاهم دوزوا داك النهار الزوين بزاف. ثاني حاجه وهي قانون الاهتزاز والدبدبه. يعني الى لاحظتوا هذا قانون الاهتزاز والدبدبه، راه الا كنتي كيف ما كنقولوا مرخيه عكزانه، ما فيك ما يدير حتى شي حاجه في داك النهار، ما فيك ما ينوض بكري، راه فعلا هذاك الشيء كيبقى يدبدب. يعني كتلقاي راسك ان راه هذاك النهار فعلا داك العجز كيزيد عجز اكثر منه، وداك العيا كيزيد عيا اكثر منه، وداك الافكار السلبيه كتزيد افكار سلبيه اكثر منها. وعكس الا كنت كنفكر بواحد الطاقه ايجابيه، عكس الا كنت كنفكر ان داك النهار غادي يدوز زوين بواحد لينيرجي زوينه، راه فعلا داك الاهتزاز كيعطيني طاقه على طاقه. يعني هذيك الفكره اللي فكرت ان هذاك النهار غادي يدوز زوين فعلا كيتهتز اكثر، سواء كان في الكلام او في الصمت ديالي او في الافكار ديالي او في اي حاجه. ودائما نحمد الله على الكبيره والصغيره.
نقولها بعمق بعمق، يعني ماشي غير ايوا الحمد لله، لا نوض الصباح الحمد لله من القلب من القلب. وصدقوني ان هاد الافكار الصغيره اولا هاد الحويجات الصغيره اللي كديروا وإلا كنتو كتطبقوها في كل نهار، راه فعلا غادي تلقاها غادي تعطيك واحد النتائج زوينه في حياتك ونتائج اللي كبيره. ثالث حاجه عفوا، غادي ندوزو عند قانون التطابق. شنو هو قانون التطابق؟ بحال دابا مثلا شحال من واحد كيشوف راسو يقولك لا انا ما زوينش، اولا كتشوف راسو وتقول لك لا انا غليظه، اولا كتشوف راسو وتقولك وصراحه انا كبيره. شوفوا، راه تيقوا في راسكم، تيقوا في راسكم، راه داكشي اللي كتشوفي في راسك راه هو اللي كينطبق عليك. كتلقى وحده ما زويناش ما وكتلقى راسها ثقه في راسها، انا زوينه، انا الحمد لله قدرت ندير بزاف د الحوايج زوينين في حياتي، انا واحد الشخص اللي فعلا كاين في واحد المكان اللي صحيح. وكتلقى الناس كلهم كيحترموها، الناس كلهم كيقدروها، الناس كلهم كيرفعوا لها شابو. وكتلقى وحده زوينه ما كتثقش في راسها، وراه هذاك الشيء اللي كيشوفوا الناس فيك راه هو اللي يعني اللي كيوليو يوصفوك به. وحتى الا جا شي حد وتحداك ويقولك لا انت ما زويناش ولا انت دايره هادي ولا لا، نوقفوا عند حدو. انا زوينه، انا ثقه في راسي، انا ما غاديش تهزني ديك الهضره اللي كتقول ان غادي تهتز الثقه ديالي، حيت عارفه راسي كيفاش دايره. يعني دائما خاص تكون ثقتي في راسي كبيره، وما نخلي حتى شي واحد يزعزع ديك الثقه في راسي. رابع حاجه وهي قانون الجذب. راه داك الشيء اللي كتجذبي راه هو اللي كتلقيه قدامك. راه اي حاجه جذبتيها سواء كانت زوينه سواء كانت خايبه راه هي اللي كتلقيها قدامك. مثلا فاش كنشوف شي حاجه، شي وحده عندها دار اولا عندها طوموبيل، او لو كنقول سبحان الله ربي اللي عطاها ما شاء الله، وحتى انا واحد النهار غادي نكون بحالها، اولا حتى انا واحد النهار غادي تكون عندي بحال ديك الطوموبيل ولا بحال ديك الدار. ماشي كنحسدها، نقول ما شاء الله، نبارك ليها في داك الشيء اللي عطاه الله، ونقول حتى انا غادي نكون عندي بحال هاد الدار ولا عندي بحال هاد الطوموبيل. وكنثق في راسي، داك الشيء انا ثقه فيه من القلب ان واحد النهار ربي غادي يحقوا لي، واحد النهار غادي نوصل له رغم الظروف الصعيبه اللي كاينه قدامي، رغم ان ما عنديش هذاك ولو 1% من داك الشيء اللي غادي يخليني نحقق انني نشري ديك الدار ولا. يعني كنثق في راسي، كنثق في راسي، وفعلا راه داك الشيء راه كتجذبيه. راه ما كتولي حتى شي حاجه مستحيله، ولكن راه ماشي غير نثق في راسي ونقول انا واحد النهار وما كنديرش الاسباب. راه ضروري ما خاصني ندير بالاسباب. وكاين بعض الناس اللي كيقولك بغيت ندير دار اولا غادي تكون عندي دار، ولكن ما كيديرش بالاسباب. يعني ما كيدير ولو 1% د الاسباب، ما كيتحرك، ما كيقلب على خدمه، ما كيدير حتى شي مجهود باش انه يكون عنده. راه كيف ما قالنا الله عز وجل أقوالكم على أفواه، يعني تؤخذوا على أفواهكم ياك، ولكن في نفس الوقت راه ربي ضروري ما عطانا خاصنا نديرو بسبب. غير أيوب عليه الصلاة والسلام راه يعني فاش مرض واحد المده طويله وداكشي وقال له ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، راه ماشي صعيب عليه انه يشافيه، ولكن شنو قال له دير السبب باش انك تشافى. يعني حتى دار ايوب سبب عاد انه تشافى. فاي حاجه باغا نوصل ليها كنثيق في راسي، وفي نفس الوقت خاصني ندير السبب. خامس حاجه في هاد الحوايج اللي ذكرت لكم دابا، وهو كيف ما قلت لكم قانون السبب. ضروري ما خصني ندير السبب. من زرع حصد، سواء كان خير او شر. زرعتي شر غادي تحصديه، زرعتي شر غادي تحصديه. فضروري انني ندير بالاسباب. الا كنت باغا ننجح، الا كنت باغا نوصل، نوض نقلب على العمل. انا ثقه في راسي وعارفه راسي غادي نحقق داكشي، وعارفه راسي غادي نوصل داكشي، وثقتي في الله كبيره ان ربي ما غاديش يخيبني، وان ربي غادي يسر لي الامور. ولكن راه خاصني ندير بالاسباب باش نوصل لداكشي اللي انا كنطمح له، اللي انا باغا نوصل له. وفي نهايه كل اسبوع نشوف شنو هما الحوايج الزوينه اللي قدرت انني نديرهم خطوه بخطوه، اللي غادي يخليوني انني نقرب ولو 1% من داك الهدف اللي انا كنطمح له. غادي ندوزو عند سادس حاجه،
وهو قانون تحويل الطاقة. يعني دائما ما نخليش ديك الطاقة السلبية أنها تغلب عليا في الحياة ديالي، دائما نخلي راسي أنني نكون طاقة إيجابية. هذاك الحزن ما نخليش يتغلب عليا، ولو جاني حزن في قلبي نحاول أنني نبدله وما نخليش أنه يسيطر عليا أو لا يتغلب عليا. دائما داك الخوف نحوله أنني ضروري من الخوف، ولكن باش ننجح ضروري ما خاص الخوف ديالي نحوله لواحد طاقة إيجابية، الواحد أنني ما نخليش داك الخوف أنه يستغلني وأنني نبقى في بلاصتي ومترددة وما كندير حتى حاجة وما زايدة حتى خطوة للقدام. فضروري ما خصني نحول داك الخوف للوعي باش هكا نقدر نوصل ونزيد للقدام. سابع حاجة وهي قانون الإقناع والدورات. كيف ما الله خلق الليل والنهار، خلق الصيف والشتاء، فضروري ما خاص يكون حتى انت عندك التوازن النفسي في تنظيم الطاقة ديالك وتنظيم حتى أوقات العمل. كاينين الناس مثلا اللي كينوضوا الصباح يقدروا يخدموا الصباح بزاف، ولكن في العشية كتلقاهم فيبل، فخاصهم يستغلوا ديك الوقت ديال الصباح انهم يخدموا بها باش في العشيه تيلا بقى لك شي حاجه كدير غير شي حاجه قليله. كاينين دوك الناس اللي كتلقاهم عاوتاني في الصباح يقدر كينوضوا فيبل، ولكن في العشيه كيخدموا مزيان. يعني الواحد خاصو يستغل ديك الوقت ديال الصباح باش يخدم مزيان، باش في العشيه الا بقى له غير شي حاجه خفيفه يديرها. يعني كل واحد يشوف على حساب طاقته. الا قدرت نعطي في الصباح نعطي في الصباح، ما نتسناش حتى العشيه. قدرت نعطي في العشيه نعطي في العشيه، ولو ندير غير شي حاجه قليله في الصباح وما ندوز الصباح ديالي خاوي. فكيف ما قلت لكم راه اي وحده طبقات هاد القوانين ديال الكون السبع راه اكيد غادي تنجح، واكيد غادي توصل للقدام وغادي تلقى راسها ان بزاف ديال البيبان ديال الخير ولات كتفتح في طريقها. وسبحان الله راه الا طبقتي هاد القوانين السبع راه عرفتي كتلقاي راسك ان راه بدات كتفتح لك فرص ديال العمل، بدات كتفتح لك فرص اللي غادي تخليك تزيدي لقدام، بدات كتفتح لك فرص اللي غادي تخليك انك تحقي بزاف ديال الحوايج في حياتك. ولكن اهم حاجه الثقه في الله والثقه في النفس والثقه في داك الشيء اللي انا باغا نوصل له. ونخدم عليهم واي فرصه جاتني في طريقي ما نضيعهاش عليا، نستغلها ونخدم باش نحقق هذاك الشيء اللي كنتمنى. فما كرهتش حتى نتوما تعطيوني الراي ديالكم في التعليقات، واش فعلا كتطبقوا هذه القوانين السبع او لا اول مره تسمعوا عليها، او لا راكم عجباتكم هذه الفكره وغادي توليو تخدموا عليها حتى نتوما من هنا لقدام باش تغيروا حياتكم وتجذبوا كاع داك الشيء اللي كتمناو ليكم.